في ناس بتبدأ بحلم وبعدين الحلم ده يتحول لوهم، والوهم ده يولد دمار. سنة 1933 واحد اسمه أدولف هتلر وصل للحكم في ألمانيا. البلد كانت خارجة من أزمة اقتصادية قاتلة بعد الحرب العالمية الأولى على طول. الراجل ده قدر يقنع الناس إن هو المنقذ. الكل صدق حلمه، مش علشان بس ينهض بألمانيا، ده كان عايز يسيطر على أوروبا كلها. سنة 1939 بدأ الحرب العالمية الثانية بغزو بولندا، نصر ورا نصر، وكل نصر من دول بيجيله شعور إن هو فوق الكل. بدأ يتصرف وكأنه ما بيغلطش، يعاند القادة بتوعه ويرفض أي رأي غير رأيه. سنة 1941 غلط أكبر غلطة، قرر إنه يغزو الاتحاد السوفيتي، روسيا حاليا في عز الشتاء. غروره خلاه إن هو يحس جواه إن هو لا يقهر، والنتيجة كانت بداية انهيار جيشه. سنة 1945 الراجل اللي كان في دماغه يسيطر على العالم مات وحيد وجيشه اتفكك. السيطرة وهم، أول ما تصدقه هو اللي بيسيطر عليك. اللي كان عايز يحكم العالم انتهى مستخبي في تربة. قول لي في الكومنتات إيه أكتر شعور ممكن يدمر صح؟